بيبدأ الفيلم بولد حظه سيء اسمه الكسندر، وفي يوم بيصحى الكسندر من النوم وبيقع اول ما ينزل من على سريره ويلاقي فليب صاحبه الغني عامل حفله في نفس يوم عيد ميلاده وعازم كل اصحابهم. فيزعل الكسندر ويقول لابوه وامه ان كده اصحابه مش هيحضروا حفله عيد ميلاده وهيروحوا لحفله فليب علشان هتبقى مليانه فقرات حلوه. وبيكون الكسندر كمان مش لاقي اهتمام من اهله وكلهم مشغولين عنه، حتى اخواته بيقولوا له انهم مش هيحضروا عيد ميلاده علشان انطوني اخوه بيكون حفله تخرج صاحبته في نفس اليوم، وايميلي اخته بتكون المسرحيه اللي بتمثل فيها برضه في نفس اليوم. وبيخرج الكسندر علشان يروح المدرسه مع جارته بيكي اللي بيكون مهتم بيها، بس بيتكعبل ويقع وهو ماشي. ويروح انطوني اخو اليكس المدرسه ويقابل صاحبته سيليا، وبتكون سيليا رايحه مع اصحابها حفله التخرج وبتكون عايزه تروح بعربيه ليموزين. فيقول لها انطوني انه هيعمل الرخصه وعنده اختبار سواقه بكره وهو هيوصلها الحفله بالعربيه. وبيروح الكسندر المدرسه ويقابل صاحبه بول، وبيقول بول لالكسندر ياجل حفله عيد ميلاده عشان حفله فيليب اللي عاملها في نفس الوقت، وان كل اصحابهم هيحضروا حفله فيليب. وبيكون كوبر ابو الكسندر مهندس بس ما بيشتغلش بقاله 7 شهور، وهو اللي بياخد باله من ابن صغير تريفور، وبتجيله مكالمه شغل وبيبلغوه بميعاد مقابله في شركه. وبنرجع للمدرسه مره تانية وبيقول المدرس في الفصل ان كل طالب المفروض يختار دوله يكتب عنها تقرير، وبيختار الكسندر استراليا عشان بيكون عارف معلومات كتير عنها وبيحبها. بس المدرس بيقول للطلبه انه هيخلي الكره الارضيه هي اللي تختار لكل واحد البلد اللي هيكتب عنها تقرير. وبيعاند الحظ الكسندر كالعاده وبتجيله دوله جيبوتي، وفليب بياخد استراليا بدل الكسندر. وبعد كده بيروح الكسندر لمعمل الكيمياء وبيشوف هناك بيكي، وبيعزم الكسندر بيكي على حفله عيد ميلاده، بس بيكي بتعتذر له انها مش هتيجي عشان هتحضر حفله فيليب، وبتقول له كمان ان كل اصحابهم هيحضروا حفله فيليب. واليكس من غير ما يحس بيقرب كتابه من النار فتمسك النار في الكتاب، وبيحاول الكسندر انه يطفيه بس مش بيعرف وبيحرق اللوحه الكبيره اللي كانت وراه. وبيجي المدرس يطفي النار بطفايه الحريق، وبيخرج الكسندر وهو زعلان من سوء الحظ اللي ملازمه. وبيقابل الكسندر مدرس تاني وبيقول له المدرس انه مسافر، فيدي الكسندر الهامستر بتاعه علشان ياخد باله منه لحد ما يرجع من السفر. وبيستنى الكسندر كوبر ابوه اللي بيجي علشان يوصله للبيت مره تانية، وبتتجمع العيله كلها على الغداء وبيحكي كل واحد عن يومه. فتقول ايميلي اخت الكسندر ان عندها بكره مسرحيه هتشارك فيها وعايزه اهلها يحضروا. وبيقول انطوني ان عنده بكره امتحان السواقه عشان يطلع الرخصه. وتقول كيلي ام الكسندر ان كتابها اتطبع ولو حقق مبيعات عاليه هتبقى نائب رئيس التحرير. وبيقول كوبر ان جاله مكالمه وعنده بكره مقابله في شركه تصميم العاب. وبيقول الكسندر انه هيلغي حفله عيد ميلاده عشان اصحابه مش هيجوا وهيروح حفله فيليب. وبالليل بيقول الكسندر لاخوه انطوني انه حاسس ان مفيش حد فاهمه، فيقول انطوني لالكسندر ان هو فاهمه، بس انطوني بيكون بيكلم سيليا صاحبته في التليفون، فيزعق انطوني لالكسندر وتفتكر سيليا ان انطوني بيزعق لها وتقفل. وفي اول دقيقه من يوم ميلاد الكسندر بيحتفل الكسندر مع الهامستر وبيتمنى ان اهله يعيشوا يوم سيء زي اللي هو بيعيشه. ولما بيصحي الكسندر ايميلي الصبح بيكون عندها برد، وبيروح يصحي امه وابوه وبتكون كيلي امه اتاخرت قوي على شغلها. وبيصحى انطوني وبيكون عنده حبايه كبيره في راسه، وبتخرج كيلي عشان تروح شغلها وبتكون بطاريه العربيه نايمه علشان ايميلي سابت الانوار مفتوحه طول الليل. وبيخرجوا كلهم ويركبوا عربيه كوبر عشان يروحوا مدارسهم وشغلهم، ويسوق انطوني العربيه عشان يتمرن على امتحان السواقه النهارده. وبيوصل الكسندر وايميلي لمدرستهم، وفي المدرسه بيقابل انطوني سيليا ويقول لها ما تزعلش وانه كان بيزعق لاخوه الكسندر مش ليها، بس سيليا بتبقى مش عايزه تكمل معاه وبتسيبه وتمشي. وبتوصل كيلي شغلها وتكلمها مديرتها على الكتاب وتقول لها ان الكتاب فيه 15 غلطه، فتقول لها كيلي ان دي كلها اخطاء مطبعيه. فتقول لها المديره ان في مشكله تانية عشان الناقد الصحفي ديك هيقرا الكتاب النهارده في حفل القراءه. والمديره حاولت تكلمه بس ما عرفتش توصل له، فكيلي بتقول لها انها هتروح لديك ومش هتخليه يقرا الكتاب. وفي المدرسه بيقول بول لالكسندر ان فليب جاله جدري وهيلغي الحفله بتاعته. وبيقول بول لالكسندر ان كده كل اصحابهم هيجوا الحفله بتاعت الكسندر. وبيشوف الكسندر بيكي ويروح يعتذر لها على اللي حصل في المعمل ويعزمها على حفله عيد ميلاده مره تانية، وتقول له انها هتيجي الحفله طالما حفله فيليب اتلغت. وبيتصل الكسندر بابوه اللي بيكون بيجهز تورته عيد ميلاده، وبيقول له الكسندر ان كل اصحابه جايين الحفله ويطلب من ابوه انه يجهز حفله كويسه. وبتيجي ايميلي وتقول لالكسندر انهم لغوا البروفا بتاعتها عشان عندها برد. وبيروح انطوني لسيليا وبيعتذر لها مره تانية ويقول لها انه هيوصلها النهارده الحفله، وتوافق سيليا وتصالحوا. وبيجري انطوني وهو فرحان وينط فيوقع دولابين فيهم جوائز المدرسه. وتتصل كيلي بكوبر وتطمن على تريفور ويقول لها كوبر انه هياخد تريفور معاه مقابله شغله. ويتصل انطوني بكوبر ويقول له انه كسر دولابين في المدرسه واتفصل اسبوع ولازم يجي ياخده من المدرسه. وبتستلف كيلي عجله من زميلتها وتوصل للمكان اللي هيقرا فيه ديك كتابها، وتروح كيلي وتتكلم مع ديك وتقول له انها من دار النشر، بس ديك ما بيسمع لهاش وبيقول لها نتكلم بعدين. وبيقرا ديك للاطفال الكتاب بالاخطاء المطبعيه اللي مغيره معاني الكلام، فتسد الامهات ودان اولادهم علشان ما يسمعوش الكلام الغريب اللي في الكتاب. وتحاول كيلي تصلح لديك الاخطاء المطبعيه، فيوقف ديك حفل القراءه وبياخد موقف سيء من كيلي. وبيوصل كوبر ومع تريفور لمقابله اصحاب شركه تصميم الالعاب وبيكونوا شباب صغيرين. وبيتكلم كوبر مع الشباب على الشغل، في الوقت ده بيلعب تريفور بالالوان وبيبهدل بقه ووشه باللون الاخضر، والشباب
الشباب بيقولوا لكوبر هيبقوا يتصلوا بيه بعدين، فيحس كوبر انهم بيوزعوه، ويروح كوبر ياخد انطوني من المدرسه ويركب الكسندر، وتيجي ايميلي وتقول لهم انها هتروح معاهم للصيدليه تجيب مسكن وتاخده علشان تقدر تكمل البروفا مع فريق التمثيل. وبيروح كوبر الصيدليه وبتشرب ايميلي الدواء، وتكلم كيلي كوبر في التليفون وتقول له انها احتمال تترفض بسبب اخطاء الكتاب، وبيقول لها كوبر ان انطوني اترفض اسبوع ويحكي لها عن اللي عمله في المدرسه، ويقول لها كوبر كمان ان الكسندر هيعمل حفله عيد ميلاده النهارده، فتقول له كيلي انها جايه لهم في الطريق. وبتوصل الناس اللي هيجهزوا الحفله لبيت كوبر فيتصلوا بيه ويقول لهم كوبر ان سايب لهم باب الجنينه مفتوح عشان يدخلوا ويجهزوا للحفله. وتوصل كيلي لكوبر والاولاد عشان تطمن عليهم، وبيقوم انطوني عشان يروح اختبار السواقه، فيقول له الكسندر ما يروحش النهارده عشان هيسقط بسبب الحظ السيء اللي ملازمهم في يومهم. بس انطوني مش بيسمع لالكسندر، وبيروح انطوني بالعربيه للموظفه اللي هتختبره في السواقه. وفي الوقت اللي بيكون انطوني لسه في اختبار السواقه بيجيله مكالمه من سيليا، ولما بيرد انطوني على المكالمه بتزعق له الموظفه وتقول له يسيب الموبايل ويبص على الطريق، بس انطوني بيبقى مش مركز ومش عارف يسيطر على العربيه، فيطلع على الرصيف ويخبط في العواميد ويكسرها، ويفشل انطوني في اختبار السواقه ويوقف انطوني العربيه ويفتح الباب، فتيجي عربيه تانية بسرعه تطير الباب، ويشوف كوبر اللي حصل لعربيته بسبب انطوني، وبيرمي انطوني اللوم على الكسندر عشان بسببه حصلت مشكله بينه وبين سيليا وعشان كده كانت بتكلمه في التليفون، وبيقول كوبر لانطوني ان دي غلطته هو، فيلوموا كلهم على بعض وكل واحد يقول للتاني ان دي غلطته هو، ويوقفهم الكسندر ويقول لهم ان هو السبب في كل ده، ويقول لهم انه امبارح بالليل اتمنى امنيه في عيد ميلاده وهي ان اهله يشوفوا يوم سيء زي اللي بيشوفه، ويتاسف الكسندر لاهله بس ابوه بيقول له ان ده مش ذنبه، ويركبوا كلهم العربيه المتدمره مره تانية، وبيروح انطوني يجيب البدله بتاعته علشان يروح حفله التخرج، بس صاحب المحل بيقول له انه اداها لحد بالغلط ومش هيعرف يجيبها منه دلوقتي، وبيديله صاحب المحل بدله تانية، ويوصلوا للمسرحيه اللي هتمثل فيها ايميلي، وتبدا ايميلي تجهز نفسها للتمثيل، ويقعد باقي العيله في صاله العرض، ولما بتدخل ايميلي المسرح وبتعمل دور بيتر بان فتطير وتمسك في ديكور المسرح وتوقع الديكور، وبيروح كوبر وكيلي يطمنوا على ايميلي وبيقولوا لها ان ده من تاثير الدواء، بس ايميلي بتبقى تعبانه وبترجع على بدله كوبر، وبتيجي مكالمه لكوبر من الشركه وبيبقوا عايزين يقابلوه دلوقتي، بس كوبر بيفكر يعتذر لهم علشان قميصه اتبهدل، فيشجعوا الكسندر ويقول له ينتهز الفرصه، وبيجيب له الكسندر قميص قرصان من لبس المسرحيه، وبيلبس كوبر قميص القرصان وبياخد اولاده بالعربيه ويمشوا، ويروح انطوني لسيليا وياخدها معاهم في العربيه، وبتكون سيليا متضايقه انها مع عيله انطوني في العربيه، وبيروح كوبر يقابل الشباب اصحاب الشركه في مطعم ياباني، وانطوني وسيليا بيقعدوا ياكلوا على ترابيزه، وكيلي وايميلي والكسندر بيقعدوا على ترابيزه تانية، وبتقابل سيليا في المطعم مجموعه من اصحابها، وبيقعد كوبر يتكلم مع الشباب اصحاب الشركه، وبيكون واضح ان هو والشباب اتصاحبوا على بعض جدا، بس النار بتمسك في هدومه فيطفيها في حوض السمك، وبيخرج كوبر من المطعم وبيصبر الكسندر ابوه ويقول له ان النهارده يوم باين من اوله، وبيقول الكسندر كمان انهم لازم يعيشوا الايام الوحشه دي عشان يعرفوا قيمه الايام الحلوه، وتروح سيليا وتقول لانطوني يركبوا مع اصحابهم العربيه، وبتغلط سيليا في عيله انطوني وتقول عليهم مجانين، فيرفض انطوني انه يروح معاها ويقول لها ان النهارده هيقضي اليوم مع عيلته، وبتزعل سيليا عشان انطوني فضل عيلته عليها، وتروح سيليا الحفله مع اصحابه، ويركب انطوني العربيه مع ابوه واخواته ويروحوا البيت، واول ما يفتحوا باب البيت بيتفاجئوا بتمساح صغير، ويلاقوا في الجنينه حيوانات كتير، ويقابلوا منظم الحفلات وبيكون كوبر جايب الحيوانات الاستراليه اللي بيحبها الكسندر، بس في كانجرو بيجري وبيخرج من البيت، وبيجري كوبر وراه عشان يحصله، وبيلاقي كوبر الكانجرو بس الكانجرو بيضربه وبيوقعه على الارض، وبيجي منظم الحفلات وبياخد الكانجرو وكوبر ويرجعوا البيت، وبيكون اصحاب الكسندر وصلوا ويعملوا الحفله، وبتيجي مكالمه لكوبر من الشباب اصحاب الشركه وبيعرف انه اتقبل في الوظيفه، وبتيجي مكالمه تانية لكيلي من مديرتها في الشغل وبتعرف ان حفل قراءه كتابها جاب مشاهدات كتير، وده معناه ان مبيعات الكتاب هتزيد. في الوقت ده بتوصل بيكي الحفله وبيسلم عليها الكسندر، وبيروح كوبر وكيلي يحتفلوا مع الاولاد، وبيشيل كوبر التورته ويقول لالكسندر يتمنى امنيه، فيتمنى الكسندر يشوف ايام تاني زي اليوم ده عشان اليوم الوحش ده بقى احلى يوم في عمره، ويدفع الكسندر الشمع ويخلص الفيلم. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.